مساء الجمال على كل الناس. وهارد لك طبعا للاهلاويه واللي بيشجعوا ريال مدريد كمان بالاخص، يعني الاهلاويه واللي بيشجعوا ريال مدريد، لان اليومين دول مش احسن حاجه لينا خالص. يعني واحد زي كده بيشجع الريال وبيشجع الاهلي، فيعني ده يعتبر من اسوأ الحاجات اللي بتحصل لينا اليومين دول. ولكن لما تيجي بقى تتكلم عن الكوره، لما تشوف الماتش النهارده وتشوف مثلا الماتشات بتاعتنا بقالنا فتره كبيره، الفرق ما بين لعبتنا ولعبتهم، الفرق ما بين خروج الكوره والدفاع والهجوم والتحولات والحاجات اللي بتحصل في الماتش، تحس ان في فرق شاسع بيننا وبينهم. تحس ان احنا مش هنوصل حتى لربع الناس دي. لما لعيب عنده 17 سنه بيعمل كده وعنده الشخصيه دي، بيطلع على الجون وبياخد واحد لواحد وماسك الباك اليمين موديه وجايبه ومسح بيه الارض. وبصراحه يعني حاجه تخليك تتفرج على كوره. فالفرق ما بيننا ما بينهم شاسع جدا. انت لما بيطلع عندك لعيب ناشئ بتقعد بقى ناقص تعمل له تمثال. فيعني خلينا مش دي نقطه وخلاص وعدت. وطبعا مبروك لاي حد بيشجع برشلونه. بصراحه فريق محترم، مدرب محترم، واقف على رجله، ما تهزش لما جه في جونين وما خافش وبدا يلعب وبدا يعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. مش هنتكلم بقى في فنيات ولا مش هنتكلم في تحليلات ولا الكلام ده، انما انا طالع اقول نقطتين. النقطه ديت اللي هي الاولى بتاعت ريال مدريد وبرشلونه، والنقطه الثانيه بتاعت مارسيل كولر. طبعا انا عملت امبارح فيديو وقلت ان الراجل لازم يمشي وهاجمته جامد. ولكن انا لما هاجمت انا ما غلطتش في حاجه وما قلتش حاجه مثلا على الراجل او شتمت او عملت اي حاجه خالص، لان دي كوره في الاول وفي الاخر. كولر عمل معانا حاجات كتير حلوه. برضه هو بقاله فتره كبيره كان، يعني هو بصراحه لو مشي من ماتشين ثلاثه قبل كده، من بعد ماتش بيراميدز على طول، كانت الامور هتبقى احسن، ما كناش هنوصل للي احنا فيه دلوقتي ده. ولكن اللي حصل حصل. وكولر عمل معانا كتير، واحنا مش ناسيين كل الكلام ده. واللي حصل ده من قله من جمهور النادي الاهلي، مش كل الجمهور حتى. والغضب اللي حصل ده احنا حصل غضب في نطاق الاحترام والادب. لكن اللي حصل امبارح طبعا احنا بنقول ده حاجه مش كويسه وما ينفعش انها تحصل. و... و... ويعني حاجات كتير جدا. انا بصراحه شفت الصوره ديت انا متضايق من ساعتها، وحاسس ان انا مثلا برضه قعدت افكر ان انا، هل انا جيت على الراجل، هل انا يعني شديت شويه مش عارف ايه. ولكن بتحصل في الكوره واحنا كلنا زعلانين وغضبانين. والاداره شافت ان دي الخطوه الاحسن والقرار الامثل للنادي الاهلي، ان كولر يمشي ويجي مكانه حد تاني يشوف النادي الاهلي تاني وهياخد بطولات تاني يعني ده كلام كله مفروغ منه. لكن هو فعلا القرار الاصح والقرار الصح ان الراجل كان يمشي خلاص لحد كده. النادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي قرر، عمل بيان النهارده وقرار كده ان هو هيعمل له حفله وداع وبيشكره ومش عارف ايه والكلام ده كله. فعلا حاجات كلها كويسه جدا. لكن الموضوع بتاع الازازه والرمي بالازاز والحاجات دي كلها، طبعا احنا بنقول ان ده ما يصحش في ملاعبنا، واحنا مش احنا اللي بنعمل كده، او مش جمهورنا بالذات اللي بيعمل كده. ولكن معلش وبتحصل. نرجع بقى لجمهور الزمالك. انا مش عارف جمهور الزمالك انت بتتكلم على ايه اصلا، او انت ايه علاقتك بالموضوع وبتحفل على ايه؟ يعني انت بتحفل علينا يعني مش فاهم. انا نفسي افهم النقطه دي، بتحفل علينا ليه؟ انت ايه علاقتك بالموضوع؟ يعني سواء خرجنا ماشي بتحفل مش مشكله، انما ماسك صوره كولر وهو ده جمهور النادي الاهلي ومش عارف ايه. انت يعني مش عارف اقول لك ايه. انت عندك اتنين مدربين، واحد جبت له زهايمر كان السبب اللي انت فيه، انت تعبت له مخه الراجل، يعني تعب من ساعه لما مشي من عندكم. والتاني قاعد في الفيفا ما بيروحش. انا عايز فلوسي من الزمالك، انا عايز فلوسي من الزمالك. وصورتين ومتصورين والناس طالعه بشنطها كده كانهم مكروشين بالظبط. فانتوا يا بعض جمهور الزمالك مش كلكم، اسكتوا وريحوا، لان الموضوع مش تبعكم والموضوع مش ليكوا خالص، ودي حاجه ما تخصكوش. واحنا عارفين، احنا نفسنا كده عارفين نفسنا. الجمهور الاهلي ما بيحبش حد يجي عليه، لكن انت اتعودت بقى ان المدرب يديك فوق دماغك وتتغلب وتسكت وتطلع وتقول ده الكينج وده البرنس وده جدي وده عمي ومش عارف ايه. الكلام ده مش عندنا. فانت جمهور الزمالك ريح وروق وسيبها ماشي، عشان احنا ورانا كاس عالم الانديه وورانا بلاوي زرقاء تانية. انت شوف لك لعيب غير زيزو ولا حد تشوف بقى انت هتعمل ايه ماشي. فخليك انت خليكوا في حالكم. وطبعا حبيت اتكلم بس في النقطه دي، لان بصراحه مضايقاني. جمهور الزمالك عامل لنا فيها يعني نادي المبادئ
وهو اصلا كل اللعيبه اللي بتطلع من عنده بايتين في الفيفا ما بيروحوش. ودي حاجه مضايقاني بصراحه. انت جمهور مالكش دعوه بالجمهور، فريق مدرب يمشي ولا مدرب يجي. بس انا حبيت اتكلم في النقطتين دول. هارد لك لجمهور النادي الاهلي وجمهور برضو ريال مدريد، ومبروك لجمهور برشلونه، ومبروك لبيراميدز. وان شاء الله بيراميدز ياخد البطوله دي، وفريق مصر يبقى خد البطوله، والبطوله دي ما تطلعش ان شاء الله من الارض المصريه، يبقى فريق مصري هو اللي فاز بيها. شكرا ليكم، وان شاء الله استنونا في فيديوهات تانية.